السلام عليكم واهلا بحضراتكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الصفقات الدفاعية للنادي الاهلي في انتقالات يناير 2024. كمان هقولك القائمة المبدئية للراحلين عن القلعة الحمراء. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. طيب هنبدأ كده بالصفقات الدفاعية وتدعيم الخط الخلفي. كلنا عارفين ان كولر طلب التعاقد مع مدافع ستوبر وظهير ايسر. في 2 لعيبه مدافعين على الرادار مرشحين بقوه، خلي بالك. اول لاعب هو اسامه جلال لاعب نادي بيراميدز، الثاني هو احمد رمضان بيكهام. ايوه بيكهام على الرادار. الناس اللي بتزعل ان احمد رمضان مرشح للنادي الاهلي، انا بنقل لك معلومه، بقول لك معلومه مؤكده. المهم اسامه جلال جدد مع نادي بيراميدز، وبالتالي لو النادي الاهلي محتاجه لازم بقى يتم التفاوض مع اداره نادي بيراميدز بيع وشراء. واداره بيراميدز بترحب بمغادره اسامه جلال للفريق، النادي الاهلي محتاجه. وعلى فكره الزمالك هو كمان بيخطط لضم اسامه جلال. لو المفاوضات ما نجحتش والنادي الاهلي ما قدرش يتعاقد مع اسامه جلال، خلاص هيتم الاتجاه الى البديل، الصفقه البديله احمد رمضان بيكهام، والاهلي بكل سهوله يقدر يسترجع بيكهام مقابل دفع مبلغ من المال لفريق سيراميكا كيلوباترا. اما عن تدعيم مركز الظهير الايسر، خلي بالك بعد تجديد فتوح مع نادي الزمالك خريطه المركز ده اتغيرت بشكل كبير. ازاي؟ نادي الاهلي كان متارجت احمد فتوح، يعني بلان ايه، فتوح مكمل مع الزمالك، خلاص بقى الدنيا اتغيرت. محمد شكري مرشح بقوة على الرادار. محمد شكري لاعب فريق سيراميكا من ناشئين النادي الاهلي، عنده 24 سنة، بيأدي بشكل ممتاز مع سيراميكا، يعتبر هو من افضل اللعيبة في مركزه داخل الدوري المصري. محمد شكري اسمه ارتبط بنادي الزمالك، ولكن لو النادي الاهلي محتاجه هيتم استرجاعه في شهر يناير مقابل دفع 7 مليون جنيه لفريق سيراميكا. في بند في عقد محمد شكري بيمكن الاهلي من عودته في شهر يناير مقابل دفع مبلغ من المال، والاهلي بكل سهولة يقدر يتعاقد مع محمد شكري ويقدر يخطف صفقة الزمالك. كمان لجنة الكورة بتراقب اللاعب محمد أشرف. محمد أشرف طبعا من ناشئين النادي الاهلي، معار الى نادي زد، بيأدي بشكل ممتاز. اعارته هتنتهي مع زد في نهاية الموسم المقبل، يعني لسه فاضل له 1.5 سنة تقريبا، وبالتالي محمد أشرف بنسبة كبيرة هيرجع للنادي الأهلي بعد انتهاء اعارته. انت فاهم ازاي؟ مع وجود كريم الدبيس وعلي معلول، يعني علي معلول ممكن بيفنش كورة، ممكن علي معلول أداؤه البدني قل، أكيد كلنا ملاحظين الموضوع ده. يعني علي معلول لاعب كبير ومؤثر وبيأدي وبيصنع، ولكن في نفس الوقت بعض الماتشات كده تحس انه بدنيا وقع. فلازم الاهلي يتعاقد مع بديل و2 في مركز الظهير الايسر. اتكلمنا عن محمد شكري لاعب سيراميكا من ناشئين النادي الاهلي، والاهلي يقدر يخطف الصفقة دي من نادي الزمالك. كمان محمد اشرف المعار الى نادي زد، مع وجود طبعا يعني كريم الدبيس في النادي الاهلي، كريم مستقبل وعنده امكانيات ممتازة. بخصوص صفقة عمر كمال عبد الواحد، عمر طبعا بيفضل انه ينتقل الى النادي الاهلي، وعمر لاعب جوكر بيأدي في اكتر من مكان، ظهير ايمن، ظهير ايسر، جناح، مهاجم. عمر يعني عنده هدف وعنده يعني تارجت انه ينضم للنادي الاهلي، واكيد هيكون صفقة كبيرة جدا جدا وصفقة مؤثرة، عليه منافسة من الاهلي والزمالك وبيراميدز، ولكن عمر بيفضل انه ينتقل الى القلعة الحمراء. اما عن القائمة المبدئية للراحلين عن النادي الاهلي، في بالظبط 5 لعيبة اقتربوا من المغادرة. اول لاعب عندنا صلاح محسن، الثاني احمد عبد القادر، الثالث كريم ندفد، الرابع هو اليو ديانج، والخامس محمد الضوي كاريستو. دول 5 لعيبة شباب في القائمة المبدئية للراحلين. مودست مكمل في القلعة الحمراء، مودست مش هيرحل. احمد عبد القادر طبعا خلاص يعني ممكن جدا ينضم الى فريق سموحة على سبيل الاعارة، واليو ديانج اقترب من الانضمام الى فريق قطر القطري. وطبعا ادارة النادي الاهلي بتحاول تنفذ طلبات المدرب، يعني هو كولر مش محتاج ديانج يمشي، مش محتاج صلاح محسن يرحل، هو مقتنع بأنتونيو مودست، وبالتالي مودست مكمل في القلعة الحمراء يعني.
تالي انا قلت لك كده يعني الصفقات الدفاعيه، تدعيم مركز المدافع وتدعيم مركز الظهير الايسر. فعلا النادي الاهلي محتاج 2 لعيبه في المركزين دول، ظهير ايسر باك ليفت ومساك ستوبر، وان شاء الله في شهر يناير هيتم ضم يعني صفقات سوبر بجوده عاليه. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك ومتابعه ومشاركه عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. شكرا ليكم، السلام عليكم.